أنا زياد، عندي 34 سنة. نشأت في أسرة متوسطة. أنا أكبر إخواتي. عندي أخويا مصطفى بعد مني، وأختي الصغيرة هاجر. بس اللي شفته في حياتي خلاني بقيت راجل قاسي وبدون قلب. والدي الله يرحمه كان عنده ورشة لتصليح السيارات، بس عمي طمع فيها واستغل فرصة إنه بيجهل القراءة والكتابة، ومضى على تنازل بالورشة وطرد أبويا منها. أبويا الله يرحمه ما استحملش ومات، وكان عندي وقتها 12 سنة. أمي بصت لي وقالت لي: اوعى يغيب عن نظرك منظر أبوك وقهرته على الورشة اللي كانت طرد منها. أنا عايزاك لما تكبر تاخد حقك وحق أبوك منه، وأنت دلوقتي بقيت راجل البيت ولازم تتعلم وتشتغل وتصرف علينا، وإياك في يوم أسمعك تشتكي أو تبكي. أنت بقيت راجل وقد المسؤولية ولازم تكون قدها. أنا مش عارف بصراحة هل تصرفها كان كويس ولا لأ في موقفها كأم، بس كل اللي أعرفه إنها نزعت من قلب الرحمة عشان إحنا ما شفناهاش من أقرب الناس لينا. عمي ما رحمناش بعد كده، وكان عايز يطلعني من مدرستي ويشغلنا عنده في ورشة أبويا الله يرحمه، اللي هي في الأصل تبقى الحاجة الوحيدة اللي كنا نمتلكها وكانت مصدر رزقنا. بس أمي وقفت في وش عمي وقالت له: كفاية اللي انت عملته في جوزي، ومش هخليك تمس شعرة من ولادي، وولادي هيتعلموا وهيطلعوا رجالة، ولما يكبروا هياخدوا حقهم منك تالت ومتلت. طبعا عمي معجبوش الكلام وراح طاردها من البيت واحنا معاها في الشارع، مع ان البيت لينا نصيب فيه، لكن برضو عمي مضى ابويا بالتنازل عليه وبقينا في الشارع. لكن ربنا ما سابناش. كان في واحد من الناس اللي كانوا بيجوا لورشة أبويا على جودة صنعته وسيرته الطيبة، كان بيصلح عربيته عنده. ولما عرف من الجيران إن عمي رمانا في الشارع، جه وأخدنا عنده. كان راجل غني جدا وادانا شقة ببيته وقعدنا فيها، وبقيت أنا وأمي بنشتغل ليل ونهار عشان نكفي مصاريف البيت وإخواتي. وكانت في ناس بتمد إيديها بالمساعدة لينا، وبرضه كانت في ناس بتستغل الحوجة ليها. ما هو مش كل الناس زي بعضها. وكانت دايما أمي بتفكرني بظلم عمي لينا، وتقولي: أنا مستنية اليوم اللي تكبر فيه وتاخد بطارك من عمك وتشفي غليلي اللي في قلبي. كنت بشتغل ليل ونهار وكنت ناجح في كل حاجة بعملها، وما كانش فيه حاجة بتقف قدامي. حتى تعليمي كنت برضو مجتهد فيه وبطلع الأول على المدرسة في صفي. ومرت الأيام اللي مفيش أسرع منها، كنت بمسك التراب أحوله لدهب، وكله بتعبي وشقاية. بس بعترف إن أنا كنت راجل قاسي القلب، مجرد من الإحساس والمشاعر. ما كانش فيه في حياتي غير المال وجمعه والمحافظة على إخواتي وأمي اللي كانوا بالنسبة لي شيء مقدس في حياتي، وحمايتهم هي كل هدفي في الدنيا. وما شلتش من عيني مرة واحدة منظر أبويا وهو مقهور على ورشته. ومرت الأيام وبقى عندي شركة للاستيراد والتصدير، ووقفت على رجلي وبقى ليا اسم في السوق ومعارف كتير. وجه الوقت فيه ان انا اخد حقي من عمي الظالم، وبعت رجالتي عشان اعرف اخبارهم واتقص على احوالهم واشوف الوسيلة المناسبة اللي هنتقم منه وادفعه تمن غلطته فينا. ويجيلي دراع اليمين شهاب ويقولي ان ابن عمي المحترم غاوي لعب القمار، وعرفت المكان اللي كل يوم بيلعب فيه ويخسر فلوسه. ومن حسن الحظ ان كان صاحب المكان ده صاحبي وحبيبي، ورحت له وقلت له انا مش عايزه يكسب ابدا ويفضل يخسر على طول. وفعلا حصل، وكل يوم كان يروح يلعب القمار ويخسر لحد ما بقى يكتب على نفسه شيكات وكمبيالات. ومع تراكم الشيكات والكمبيالات قلت لعماد صاحبي: انا عايز اكتر من كده. قال لي: امرك يا صاحبي. قلت له: عايز بيع كل ممتلكاته ليا، بس بدون ما يعرف انها ليا انا، عشان لو شاف اسمي مش هيبيع ولا هيمضي، وانا هكون مشتري من الباطن وانت هتكون المشتري الاساسي قدامه. وتم فعلا شراء كل ممتلكات عمي، البيت والورشة، بغير الديون اللي كانت على ابنه في صورة شيكات وكمبيالات. ورحت بالمستندات دي كلها لأمي وقلت لها: ادي حقك اهو، شوفي عايزة تعملي ايه. قالت لي اروح لحد بيته واطرده منه في الشارع
زي ما رماني أنا وعيالي وأكل حقوقنا ومالنا. كنت الأول مرة أشوف نظرة الفرح في عين أمي بعد كسرتها بالحزن سنين طويلة. ورحت أنا وأمي ورجالتي البيت عمي، وأخدت معايا كل مستندات بممتلكاته معايا. تصوروا إنه معرفنيش، بس عرف أمي وكان فاكر إن إحنا رايحين نستعطفه في قرشين. قلت له فتح كويس وشوف أنا مين وبقيت إيه. أنا مش العيل الصغير بتاع زمان اللي رميته في الشارع هو واخواته وأمه وأكلت حقوقهم، لأ، أنا زياد، صاحب شركة زياد رشوان جروب للاستيراد والتصدير. قال لي أمال انتوا جايين ليه النهاردة؟ ايه اللي فكركم بيا بعد السنين دي كلها؟ أمي قالت له جاية انتقم منك يا صلاح، واخد منك بيتي وورشتي، حق جوزي اللي انت أخدتهم مني غدر. ومش هستكفى بكده وبس، لأ، ده أنا هاخد منك كل مليم كسبته طول الفترة اللي فاتت من ورشة جوزي وكانت من حق عيالي. هاخد منك 8 السنين يا صلاح. وطلعت له المستندات اللي فيها بيع الورشة وكل ممتلكاته. ولما شاف امضة ابنه ما استحملش ومات موتة ابويا الله يرحمه. انا البيت والورشة ما كانوش يلزموني، بس كانوا يلزموا امي وترجع لها الفرحة في عينيها من تاني. وما ارتحتش لما طردت مرات عمي وولادها في الشارع زي ما احنا اترمينا بالظبط. بس الفرق بيننا وبينهم ان كل واحد فيهم كبير وهيقدر يعتمد على نفسه ويقف على رجليه. يعني حتى لما انتقمت لظلمي مرارة الظلم كانت أخف عليهم. واستأنفت حياتي ومسيرة شغلي. وفي يوم كنت داخل الشركة وأنا مستعجل وخبطت بدون ما أقصد في بنت، وكنت لسه هقول لها ايه انت عامية ما تفتحي وبصي قدامك، لكن اتصدمت من جمالها. كانت جميلة جدا وملامحها بريئة. واللي سكتني أكتر نظرة حزن شفتها في عينيها والدموع كانت متحجرة فيها. بصت لي واعتذرت وبسرعة البرق اختفت من قدامي. هي مشت وسابتني، لكن ملامحها طول اليوم ما فرقت عيني وخيالي. كان لأول مرة أشعر بدقات قلبي أنا عمري ما حسيت بيه بيدق أصلا. ودخل عليا مدير أعمالي ولقاني سرحان على غير عادتي. قال لي ايه ده؟ أنا أول مرة أشوفك بالحالة دي، في ايه؟ قلت له أنا عايزك في خلال نص ساعة من دلوقتي تفرغ لي كل الكاميرات اللي موجودة في الشركة. قال لي ليه؟ في حاجة اتسرقت من مكتبك ولا حاجة؟ قلت له من غير أسئلة، في ظرف نص ساعة، ولو ما خلصتش اللي أمرتك بيه اعتبر نفسك مرفوض. قال لي وعلى ايه؟ وحياتك في أقل من نص ساعة هكون عندك. هو أنا ورايا حاجة؟ يعني هي كانت شركة أبويا؟ قلت له انت بتبرطم بتقول ايه؟ قال لي لا ولا حاجة، حالا وهجيلك. وجاب لي فعلا الفلاشة وقال لي اتفضل اهي. قلت له سيبني لوحدي واوعى تخش عليا او تخلي اي حد يخش عليا لحد ما انا اندهلك بنفسي. قال لي حاضر اللي تؤمر بيه سعادتك. وقعدت اتفرج على الفلاشة وشفتها وهي خارجة من مكتب من ضمن المكاتب اللي بيبقى فيها كذا موظف مش موظف واحد. فناديت على شهاب وقلت له شايف البنت دي؟ قال لي ايوه. قلت له في ظرف يوم واحد يكون عندك تفاصيل عن حياتها كلها من يوم ما اتولدت لحد ما جت هنا النهارده. قال لي انا اول مره اشوفها بس من عينيا. يا سلام، ده سيادتك تؤمر وانا انفذ. واخر ما خلصت شغلي روحت على البيت، واول مره في حياتي اقعد مع امي واخواتي واتكلم معاهم من غير ما يكون في صوتي نبره الحزن اللي كانوا متعودين عليها مني. وهاجر اختي قالت لي مالك النهارده؟ شكلك رايق على غير العاده. قلت لها مالك يا شقيه، خليكي في حالك. قالت لي لا شكلك كده مش على طبعك، عينيك بتلمع كده ونبره صوتك متغيره، انت بتحب؟ قلت لها بحب ايه بس؟ انت عارفه قلب اخوكي عمره ما عرف الحب او الحنان، طول عمري جد والقسوه ماليه قلبي. تعرفي انها معروف في السوق باسم ايه؟ قالت لي لا معرفش. قلت لها معروف باسم الشيطان. قالت لي يا ساتر يا رب، ليه كده بس يا زياد؟ قلت لها عشان طول عمري وانا زي الشيطان، لما بحط حاجة في دماغي لازم احصل عليها. انا بديت حياتي من الصفر يا هاجر، ما اتولدتش وبقي معلقة دهب. قالت لي بس ما توصلش انك تجرد نفسك من لقب بني ادمين يا زياد. خد بالك من نفسك يا اخويا، واوعى تغرك الدنيا وملذاتها، دي غدارة يا زياد وانا خايفة عليك يا اخويا.
انت عارف انا بحبك قد ايه. قلت لها عارف من غير ما تقول يا شقية. يلا بقى اسيبك عشان ادخل انام، عشان عندي شغل الصبح مهم جدا. واول ما طلع النهار كنت في الشركة وبسأل شهاب ايه اللي وصل له في البحث عن البنت دي، ولقيته بيقول لي هو انا لحقت؟ ده انا لسه ما جمعتش عنها كتير، ولسه على اخر اليوم هكون عرفت بعض التفاصيل. قلت له طب اللي عرفته يكون على مكتبي بعد ربع ساعة. قال لي حالا سعادتك. ما كنتش عارف سبب اهتمامي بيها غير ان انا مشدود ليها ومش عارف ايه السبب. واجلت كل الشغل اللي كان ورايا وكنت قاعد مستني المعلومات اللي وصلها شهاب، ولقيته داخل عليا وبيسلمني ظرف وبيقولي فيه المعلومات اللي اتجمعت عنها. وكنت أول حاجة بدور عليها هي رقم تليفونها، كنت عايز أسمع صوتها المرة التانية، كنت مشتاق له قوي. ولقيت فعلا رقم تليفون بس ما كانش باسمها. فناديت على شهاب وقلت له انت جايب لي رقم راجل، اعمل بيه ايه ده؟ قال لي سعادتك الرقم ده باسم راجل، الراجل ده يبقى جوزها وهو شغال عندنا هنا. ولما جبت مستندات التعيين بتاعته لقيته معاه رقم تاني بنفس الاسم بتاعه، والرقم اللي قصاد سيادتك ده هو الرقم التاني اللي باسمه برضه بس مع المدام بتاعته. قلت له يعني ايه يعني هي متجوزة؟ قال لي ايوه يا فندم، متجوزة من واحد بيشتغل عند سيادتك هنا في الشركة. قلت له حالا يكون عندي ملف التعيين بتاعه. قال لي جاهز، انا زي ما يكون كان قلبي حاسس والله ان سيادتك هتطلبه، هروح اجيبه لسيادتك واجي. ولما جاب لي الملف مدون فيه انه متزوج واسمها بالكامل مكتوب قدامي وصورتها كمان. اصل لما بعين موظف في شركتي بطلب منه قيد عائلي ليه. كنت متضايق قوي انها طلعت متجوزة. معقولة الانسانة اللي تخلي قلب الشيطان يدق تكون متجوزة؟ ومن مين؟ من موظف جربوع زي ده عندي؟ كنت متضايق قوي انها طلعت متجوزة. معقولة الإنسانة اللي تخلي قلب الشيطان يدق لأول مرة في حياته تكون متجوزة؟ لا، ومتجوزة من مين؟ من موظف جربوع زي ده؟ بس مش الشيطان اللي يستسلم بسهولة، دي لازم تكون ليا وبأي شكل. وأمرت شهاب إنه يسيبني لوحدي وما يدخلش عليا أو يدخل عليا أي حد، وقلت له كمل بقية جمع المعلومات عنها وعن جوزها اللي بيشتغل هنا. قال لي أوامرك سيادتك. واتصلت عليها، ردت عليا وكان صوتها برضه حزين. سألتها صوتك ليه حزين؟ لكن ردت عليا بعصبية وقالت لي انت مين يا محترم وعايز ايه؟ شكلك غلطان في الرقم. قلت لها لا انا مش غلطان. مش انتي ملك؟ قالت لي ايوه. قلت لها انا زياد صاحب الشركة اللي بيشتغل فيها جوزك. قالت لي بنبرة هادية اهلا وسهلا، انا اسفة اذا كنت انفعلت على حضرتك، بس يا ترى ايه سبب المكالمة؟ هو في حاجة حصلت لهشام جوزي؟ كنت عايز اقول لها بلاش كلمة جوزي دي، لكن تملكت نفسي وقلت استحمل شوية لحد ما تبقى ملكي انا لوحدي. رديت عليها وقلت لها هو ممكن اقابلك في مكان؟ قالت لي انا اسفة مش هينفع، بس برضه حضرتك ما ردتش عليا، هو في حاجة حصلت لجوزي وبتقوليها قدامي للمرة التانية؟ بس برضه سكت وقلت لها لأ، بس قطعت كلامي وقالت لي خلاص بعد إذنك أنا مضطرة أقفل السكة. وقفلت السكة فعلا، بس قلبي كان وقتها ضرباته سريعة قوي، وكان جوايا إحساس أنا عمري ما حسيت بيه قبل كده. وبعد يومين دخل عليا شهاب وكان جايب عنهم كل المعلومات اللي أنا طلبتها منه، وعرفت إنها يتيمة ملهاش حد في الدنيا غير جوزها، وللأسف عيشتها معاه جحيم، ما شافتش منه يوم حلو من يوم ما اتجوزته، ودايما يضربها ويهينها عشان مصروف البيت. ودي كانت أقوال الجيران عنهم اللي كانوا بيطلعوا يلحقوها من إيده وهو بيضربها، واللي مخليها مستحملاه إن مفيش حد ليها ممكن تلجأ له ينجدها منه. وعرفت كمان إن هو إنسان يبيع أبوه أو أمه عشان الفلوس، يعني ليه سكة ادخله منها. وبعتله فعلا يجي مكتبي وقلت له أنا هنقلك مكان تاني في شركة أحسن، وهيكون مرتبك قد مرتبك 3 أضعاف، بس ليا شرط. ولقيته بيرد عليا وبلهفة وبيقولي شرطك مقبول من غير ما أعرفه. قلت له مش لما تعرف شرط الأول؟ ده أنت مستعجل قوي. شرطي هو إنك تطلق ملك مراتك ودلوقتي وحالا. قال لي موافق ومن غير ما أعرف أي تفاصيل.
شوف حضرتك عايز امتى يتم الطلاق وأنا مستعد. وقتها كان نفسي أضربه قلم على وشه. أنا كنت فرحان إن هخلصها من واحد واطي زي ده، لكن كنت زعلان إن بنت محترمة زي دي تكون مرات القذر ده. لا، وباعها بكل سهولة من غير حتى ما يعرف أنا عايزه يطلقها ليه. وقلت في نفسي طلقها بس يا كلب، وأنا هاخد حقها منك أضعاف. قلت له حالا هتروح البيت ومعاك شهاب مدير أعمالي، وهتاخد معاك المأذون وتطلقها حالا، وادي شيك كبير بالمبلغ أهو. قال لي لا معلش، أنا مش بحب الشيكات، أنا عايزهم فلوس في إيديا، وياريت يكونوا بالدولار. قلت له بالدولار؟ وماله، مفيش مشكلة. وناديت على شهاب وفهمته هيعمل ايه بالظبط، وتم فعلا الطلاق. لكن كانت ملك صعبان عليا قوي، وكنت منتظر في العربية تحت البيت لحد ما الكلب ده يخلص وياخد مني شنطة الفلوس ويغور في داهية. وطلعت أنا الملك، كانت منهارة وعمالة تبكي، ولما شفتها كده كانت دموعها بتحرق قلبي. لكن ملك كانت ذكية جدا وقالت لي واضح إنك ورا كل اللي بيحصل ده. اديته كام عشان يطلقني وبالسهولة دي؟ أنا صحيح بكرهه ومش طايقاه، وكنت مستحملة ظلمه ليا عشان ماليش حد تاني ألجأ له. بس عايز أعرف أنت مستفيد إيه من ده كله؟ ياريت تقولي. قلت لها ممكن تهدي شوية، أنا مش قادر أستحمل إن أشوفك بالمنظر ده. قالت لي وأنت دخلك إيه بحياتي؟ سيبني في حالي وكفاية عليا اللي أنا شفته في حياتي، كفاية بقى، وتفضل امشي من هنا. قلت لها أنا مش همشي إلا لما أتكلم معاك الأول. قالت لي خلاص، يعني مش عايز تمشي؟ طب أنا اللي همشي. ولقيتها خرجت من الشقة بسرعة البرق على الشارع، وكانت مندفعة وأنا كنت وراها. لكن كانت في عربية جاية بسرعة خبطت ملك قصاد عيني، وأنا ما قدرتش أعمل لها حاجة. شلت ملك وجريت بيها على المستشفى بسرعة، وكنت هموت عليها. كنت خايف لا تروح مني وأكون أنا السبب في موتها. ودخلت أوضة العمليات وأنا بره زي المجنون. معقولة هتروح مني في الوقت اللي لقيتها فيه؟ وبعد كام ساعة الدكتور طلع وقال هي الإصابة كلها كانت في دماغها، وهنستنى لما تفوق ونشوف في إيه. قلت له أنت تقصد إيه؟ قال لي بصراحة الحادثة أثرت على جزء كبير في المخ، وربنا يستر، لأنها ممكن تقوم منها بعمى أو فقدان ذاكرة. على العموم إحنا مش هنسبق الأحداث، وإن شاء الله خير. وسابني ومشي، وأنا كان عندي إحساس فظيع بالذنب تجاهها. أنا السبب في اللي حصل لها. يا ريتني كنت سبتها عايشة زي ما هي عايشة وراضية بحياتها، على الأقل كانت بكامل صحتها. وندمت ندم عمري في حياتي ما ندمته قبل كده. وكنت جنبها ليل ونهار ومستني اللحظة اللي تفوق وتفتح عينيها. وفي يوم لقيتها ابتدت إنها تتحرك وتفوق وفتحت عينها. كنت بحمد ربنا إنها أخيرا فتحت عينها وبصت لي وقالت لي أنت مين وبتعمل إيه هنا؟ قلت لها أنت شايفاني؟ قالت لي أيوة، أمال بسألك أنت مين إزاي؟ قلت لها الحمد لله، اهدي وثواني هطلب لك الدكتور يشوفك حالا. وبعد ما كشف عليها الدكتور طلع وقال لي للأسف زي ما قلت لحضرتك إنها فقدت الذاكرة، بس الحمد لله نظرها سليم 100%. قلت له الحمد لله إنها بخير، وإذا كان على ذاكرتها فأنا هكتبها لها من أول وجديد. قال لي نعم، تقصد إيه؟ قلت له ولا حاجة، متشكر جدا يا دكتور. طب هي ممكن تخرج إمتى؟ قال لي أنا هعمل لها بعض التحاليل والإشعاعات للإطمئنان عليها، وبعد كام يوم كده هبقى أكتب لها خروج. قعدت أحمد ربنا إنها جت على فقدان ذاكرة، وفكرت مع نفسي إن أنا أخفي كل الماضي القديم عنها وأزرع في دماغها اللي أنا عايزه. دلوقتي ذاكرتها زي الصفحة البيضة، وأنا اللي هكتب فيها اللي أنا عايزه، وهتبقى ليا وفي حضني، وهعمل اللي أقدر عليه عشان أخليها سعيدة وأعوضها عن سنين العذاب والحرمان اللي شافتها. وابتدأت فعلا في تنفيذ أفكار دماغ الشيطان، ودخلت عليها وقلت لها حمد لله على السلامة يا ملك، حمد لله على السلامة يا حبيبتي. ولقيتها عمالة تعيط وتقولي انت مين؟ انا اعرفك؟ انا كمان ابقى مين واسمي ايه؟ انا مش فاكرة اي حاجة، انا فاقدة الذاكرة. حتى لو كنت اعرفك قبل كده فانا دلوقتي مش فاكراك. وقعدت تبكي. قلت لها اهدي يا ملك، اهدي يا حبيبتي وانا جنبك مش هسيبك. قالت لي وانت تبقى مين؟ اخويا؟
ولا حد من أهلي؟ قلت لها لا يا حبيبتي، أنا خطيبك يا ملك. اهدي يا حبيبتي، أنا مش قادر أستحمل دموعك دي. لكن كانت منهارة، وكل مدى ما بتزيد في البكاء. ناديت على الدكتور، اداها حقنة مهدئة وهديت ونامت. وكان لازم أمهد لحياتها الجديدة في بيتي وقصاد عيني، هتبقى موجودة ليل ونهار. ورحت على البيت وحكيت لأمي وأختي وأخويا اللي يقنعهم إن هم ينفذوا كلامي، ويقنعوا ملك إنها تبقى خطيبتي، وكانت عايشة معانا هنا قبل الحادثة. وده كان بسبب فقدانها لأهلها، وإنها ملهاش حد في الدنيا غيرنا. إحنا كل أهلها، وإحنا كل اللي ليها في الدنيا. منكرش إن أنا أقنعتهم بصعوبة، بس أنا ليا طريقتي الخاصة في إقناع أي حد باللي أنا عايزه. وقلت لهم إن هم يعاملوها أحسن معاملة، ويكونوا معاها كأنهم يعرفوها قبل كده، ويعوضوها بالحنان والحب اللي هي افتقدتهم طول حياتها. وبعد كام شهر، بعد انتهاء العدة بتاعتها، نبقى نعلن جوازنا، وهي طبعا بكل الأحداث المقنعة اللي هتكون حواليها، وبذاكرتها الفاضية هتصدق وهتستمتع بكل حاجة حلوة هتشوفها مني. أنا قررت إن أكرس حياتي لإسعاد ملك، ويمكن فقدانها للذاكرة ده إيد المساعدة ليا وليها. ورجعت على المستشفى تاني، لكن كانت لسه تحت تأثير المخدر اللي واخداه. وبعد لحظات ابتدت إنها تفوق وتفتح عينيها من جديد. لقيتني مبتسم قصاد عينيها ومادد إيدي ليها. قامت وبصت لي وقالت لي: أنت قلت لي قبل كده إنك تبقى خطيبي، صح؟ قلت لها: أيوة يا عيوني. قالت لي: طب فين أمي وأبويا وأخواتي؟ قلت لها: طب ممكن نأجل الإجابة على الأسئلة دي دلوقتي وخلينا نخرج من هنا. قالت لي: إيه ده؟ هو أنا ممكن أخرج دلوقتي؟ قلت لها: ثواني، هجيب الدكتور يكشف عليكي ونشوف هيقول لنا إيه. وجه الدكتور وقال لنا هي هتقعد لفترة يومين، فترة نقاهة مش أكتر، لحد كمان ما تطلع نتيجة الإشعاعات والتحاليل وبص عليهم، وبعد كده هقرر تخرج ولا نستنى شوية. ورجعت تاني تسألني: هو فين ماما وبابا؟ مش موجودين ليه؟ رديت عليها وقلت لها: هو الحقيقة إن والدك ووالدتك متوفيين ومن زمان، وانتي كنتي بتعتبريني أنا وأسرتي كل حياتك. ده انتي حتى كنت مقيمة معانا في نفس البيت. قالت لي: هو انت مش بتقول إنك خطيبي؟ ازاي قاعدة معاكم في نفس البيت؟ قلت لها: لا يا حبيبتي، ما هو البيت بتاعي كبير جدا، وقاعدة فيه أمي وأختي هاجر وأخويا مصطفى، وانتي ليكي مكان مخصص ليكي انتي لوحدك، وكنتي سعيدة معانا قوي. هي كانت مستغربة الكلام، مش عارف ليه، زي ما يكون قلبها الطيب النقي بيقول لها اني كداب. بس انا مش هسمح له اني يكدبني وينتصر عليا، وهكون مفتاح الحياة السعيدة ليها، وهخلي قلبها غصب عنه يحبني ويتعلق بيا، وهخليها ليل ونهار ما تفكرش في حاجة غير فيا أنا. هملى عليها فراغ حياتها بكل الوسائل اللي في الدنيا، وهعرف ازاي اخليها سعيدة. وعرفت اقنعها بكلامي، وهي كمان كانت مضطرة تصدقني حتى لو كان قلبها بيكذبني. وبعد كام يوم الدكتور كتب لها خروج، بعد ما اطمن على كل نتائج التحاليل والاشاعات اللي عملتها. وخرجنا على بيتي، وكنت اسعد انسان وهي جنبي وقصاد عيني. وامي واختي استقبلوها زي ما انا قلت لهم بالظبط، كأنهم يعرفوها قبل كده. هي كانت صحيح مستغربة البيت، وكأنها في نفسها انها اول مرة بتشوفه، بس ترحيب اهلي وكل اللي كانوا في البيت كان بيخليها تصدق انها ممكن تكون كانت فعلا عايشة هنا معانا. وكنت بحاول اساعدها بكل الوسائل اللي في الدنيا، لكن كان اللي منغص عليا حياتي هو تأنيب اختي هاجر ليا من وقت للتاني. وكانت تقولي: حرام عليك يا زياد، صارحها بكل حاجة وسيب لها مطلق الحرية إذا كانت إنها ترضى تعيش معاك ولا لأ. كنت برد عليها وأقول لها: أكيد لو عرفت إن أنا السبب في اللي حصل لها أكيد هترفض إنها تعيش معايا. أرجوك يا هاجر، أنا مقدرش أتخيل حياتي من غيرها. أرجوك سيبي الموضوع ده لحد ما أخليها تحبني، وبعدين هبقى أصارحها بكل حاجة، بس تتأكد الأول من حبها ليا وإنها مش هتسيبني لما تعرف الحقيقة. ومرت الأيام وكنت بحبها أكتر وأكتر، وهي كمان ابتدت تتعلق بيا. وانتهت أيام العدة بتاعت ملك، واتفقت أنا وهي وحددنا يوم الفرح.
وشفتها أخيرا بالفستان الأبيض، وأخيرا بقت مراتي وملكي أنا لوحدي. وكنت شايف حبها ليا بيكبر كل يوم عن اللي قبله. والوقت اللي كنت ببقى فيه في الشغل كنا بنكلم بعض كذا مرة من كتر ما احنا اشتقنا لبعض وتوحشنا لبعض. ومرت الأيام وكانت أحلى أيام عمري. وفي يوم جت أختي هاجر وبتقولي إن في شاب عايز يتقدم لها وعايز يتمم جوازهم في أسرع وقت، عشان جات له إعارة في دولة عربية، ومقررين الاتنين إن هما يعيشوا حياتهم مع بعض. أنا كنت في الأول معارض إن أختي تتجوز بالسرعة دي، بس لما قعدت مع ملك قالت لي بلاش تقف في طريق سعادتهم، وبعدين انت ممكن تسأل على الشاب وعن أخلاقه وتطمن على أختك إنها هي هتبقى سعيدة معاه. وفعلا كان شاب ممتاز في كل حاجة، ووافقت على جوازهم. بس بعد ما اطمنت إن أختي هتبقى سعيدة معاه، وهاجر وهي جاية تسافر همست في وداني وقالت لي سامحني يا زياد، كان لازم أريح ضميري. اتأكدت وقتها إنها اعترفت لملك بالحقيقة، بس الغريبة إن ملك ما كانتش متغيرة معايا. فقلت لنفسي لا، يبقى أكيد اعترفت من خلال ورقة مكتوبة أو رسالة على الموبايل. فعملت حجة إن موبايلي فصل شحن، وإن محتاج الموبايل بتاعها عشان أعمل مكالمة منه ضرورية لشهاب. وأخدت فعلا منها الموبايل وقلبت فيه، لكن ما لقيتش حاجة. اديتها الموبايل بعد ما خلصت، قلت لها بصي يا حبيبتي، أنا ماليش مزاج أروح الشركة النهاردة، تعالي نتفسح شوية وبعدين نبقى نروح سوا. كنت بحاول أضيع وقت عشان أفكر هعمل إيه وأنقذ نفسي إزاي من المطب ده. وبعد ما قضينا معظم اليوم كله برا، ركبنا العربية، فجيت عند صيدلي وركنت، وقلت لها أنا يا حبيبتي هنزل أجيب مسكن لآلام الصداع. ونزلت جبت منوم عشان أحطه لها في العصير وتشربه قبل ما نروح وتنام. وبالشكل ده هيكون عندي وقت إن أنا أحملها وهي نايمة وأطلعها أوضتنا وأقلب براحتي وأشوف الجواب اللي سابته هاجر. وكنت بقول في نفسي منك لله يا هاجر، بقى أنا أدور على سعادتك وانتي تدمري حياتي. لولا ما انتي أختي وحبيبتي وما أقدرش إن أذيكي لكنت دفعتك تمن عملتك ده غالي أوي يا هاجر. ونفذت فعلا خطتي، وحطيت لها منوم في العصير وشربته من هنا وراحت في سابع نومه. شلتها من العربية وطلعت بيها أوضتنا، وقعدت أقلب براحتي في الأوضة كلها، ولقيت فعلا جواب بخط إيد هاجر وبتقول لها فيه على كل حاجة. مسكت الجواب وقطعته وحمدت ربنا إنه موقعش في إيد ملك، وقرأته وعرفت الحقيقة. كانت هاجر وصلت بالسلامة واتصلت عليا عشان تطمنا إن هم وصلوا بالسلامة. وقلت لها لولا ما إنك أختي، لولا ما ده اللي شفعلك عندي يا هاجر. واوعي تحاولي مرة تانية إنك تخربي بيتي، وإلا صدقيني هتشوفي الوش التاني من زياد أخوكي اللي عمرك ما شفتيه قبل كده. قالت لي وهتفضل لحد إمتى يا زياد مخبي عليها الحقيقة؟ قلت لها بكل عصبية دي حياتي يا هاجر، وملكيش دعوة بيها ولا تخصك في شيء، وخليكي في حالك أحسن لك انت وجوزك. وقفلت السكة معاها. وتاني يوم الصبح صحيت ملك، قلت لها صباح الخير يا عمري. قالت لي ايه ده، هو احنا الصبح؟ انا اخر حاجة فاكراها ان احنا كنا في العربية وبنشرب العصير. قلت لها ما هو انت يا حبيبتي من التعب رحتي في العربية في سابع نومة ومرضتش اقلقك وشلتك وجبتك على هنا. قالت لي تسلم لي يا حبيبي، بس انت كده اتأخرت قوي على شغلك النهاردة. قلت لها لا ما تخافيش، انا كده كده ما عنديش شغل كتير النهاردة، ودلوقتي هقوم عشان البس وانزل على الشركة، بس كنت عايزة اشوف عيونك الحلوة قبل ما انزل زي كل يوم. قالت لي طب ممكن تستناني البس وانزل معاك، محتاجة حاجات اجيبها للبيت. قلت لها وهتنزلي بنفسك ليه يا عمري؟ ما تخلي اي حد من خدامين البيت هو اللي يروح يشتري الطلبات بدالك. قالت لي لا، عشان في حاجات معينة انا عايزة اجيبها. قلت لها خلاص يا قلبي زياد من جوه، البسي بسرعة وانا في انتظارك تحت لحد ما تخلصي. ووصلتها فعلا مكان ما هي عايزة، وروحت انا على الشركة. لكن بعد ما وصلت قعدت اتصل عليها عشان اطمن هي خلصت ولا لا. لقيت موبايلها مغلق، فظنيت انها تكون نسيته في البيت، فاتصلت على البيت عشان اسأل عليها. ردت علي امي وقالت لي من وقت ما انتوا خرجتوا سوا هي ما رجعتش، هي مش معاك. والشك والقلق دخلوا قلبي. قلت لها طب ممكن يا امي تدخلي الاوضه بتاعتنا وتدوري على الموبايل بتاعها تشوفيه موجود ولا لا. وبعد شويه اتصلت عليها تاني، قالت لي انا قلبت البيت كله حته حته، موبايلها مش موجود هنا يا زياد. قفلت معاها وسبت الشركه ونزلت اجري،
رحت على المكان اللي وصلتها فيه، واتصلت على كل الحرس بتوعي وقلت لهم يسبقوني على هناك ويدوروا عليها لحد ما انا اوصل. ولما سألت هناك قالولي ان هم شافوها طلعت مع واحد كان شكله غريب، وهي كان شكلها خايف منه بس مشيت معاه. ولما سألتهم طب ليه ما منعتوهاش انها تمشي معاه، قالولي يا فندم هي ما طلبتش المساعدة، ولو كانت استغاثت اكيد كنا هننقذها منه. قلت لهم طب انا عايز تفريغ الكاميرات دي حالا وفي اقرب وقت تكون عندي. واتصدمت لما شفت الشخص اللي كان معاها، ده كان طليق ملك. بس ايه اللي جابه هنا؟ ده كان مراقبنا ده ولا ايه؟ وكنت زي المجنون، وقلت في نفسي اكيد هيكشف اللي ملك اللي فاقده الذاكره. يا ترى الكلب ده هيعمل فيها ايه؟ وبلغت البوليس والدنيا كلها اتقلبت على هشام وملك. وفي الاسم عرفت انه خرج من السجن. بعدنا يوم ما طلق ملك بلغت عنه البوليس انه سرق شنطة فلوس من الشركة وهرب بيها، واتمسك فعلا بالشنطة اللي اخدها مني وهو ماشي، واتحكم عليه بالسجن ولسه خارج منه، واكيد جاي عشان ينتقم مني. ودلوقتي هو اكيد هيتصل بيا عشان يساومني على ملك بالفلوس. ما هو ده مبدأه القذر، يبيع اي حد عشان الفلوس. وكنت قاعد مستني اتصاله بفارغ الصبر، وكنت هموت من القلق على ملك. وكنت بسأل نفسي يا ترى هي عاملة ايه دلوقتي، ويا ترى الكلب ده قال لها ايه عني؟ يعني انا اللي فضلت مخبيه عليها طول الفترة اللي فاتت دي كلها تعرفوا دلوقتي؟ لا، وتعرفوا من مين؟ من الكلب ده. ولقيت الموبايل بيرن برقم غريب، فتحت لقيته هو اللي بيكلمني، بيقول لي وحشتني يا باشا، عامل ايه؟ شفت الدنيا صغيرة ازاي؟ اخيرا اتقابلنا. كان نفسي من زمان ارد جمايلك عليا، دي جمايلك مغرقاني. قلت له بكل عصبية أثر في الكلام وقول انت عايز ايه؟ قال لي عايز روحك. قلت له اتكلم جد، انا عارف ان الفلوس هي كل حياتك، بس قبل ما نتفق خليني اسمع صوت ملك الاول. قال لي بس ده بتمنه برضه يا باشا. قلت له اللي انت عايزه هتاخده، بس اديني ملك، وإياك انك تفكر انك تأذيها بأي شكل، لان مش هيكفيني فيها روحك وروح اهلك كلهم. اديني ملك واخلص. اداها التليفون وهي بتبكي وقالت لي زياد، صحيح الكلام اللي بيقوله ده يا زياد؟ صحيح ان انا كنت مراته وانت طلقتني منه عشان تتجوزني؟ صحيح انك كدبت عليا وخدعتني واستغليت فرصة فقداني للذاكرة واتجوزتني؟ رديت عليها وقلت لها اهدي يا حبيبتي وانا هبقى اشرح لك كل حاجة. ولازم تعرفي ان عمري ما حبيت ست في الدنيا دي كلها قد ما حبيتك انتي اول واخر حب في حياتي. بس طمنيني عليكي، الكلب ده اذاكي في حاجة؟ قالت لي حتى لو اذاني مش هتوجع قد وجعي وخيبة املي فيك يا زياد. واخد منها الموبايل وقال لي هو انتوا هتفضلوا تحبوا ببعض كده قدامي كتير؟ انا عايز فلوسي واهرب بره مصر، وبعدين ابقوا حبوا ببعض على مهلكم. وطلب مني اللي هو عايزه، واتفقنا على المكان والزمان اللي هسلمه فيه الفلوس ويسلمني فيه ملك. لكن ما كانش يعرف عقل الشيطان، مش الشيطان هو اللي يتغلب بالسهولة دي. طبعا كان وقت المكالمة كله بيتم تحديد مكان ملك هي فين بالظبط، وجمعت الحرس بتاعي وطلعت أنا والحراسة والشرطة على المكان اللي فيه ملك. والكلب كان حابسها في مكان مهجور وبعيد عن البلد. وطبعا هو اتفاجئ بمداهمة المكان أنا والشرطة، بس الواطي مسك ملك عشان يتحامى فيها وأخدها كرهينة معاه. لكن أنا ضربت رصاصة في كتفه عشان يقع من إيده المسدس ويسيب ملك. وأخدت ملك في حضني وهي منهارة وعمالة تبكي. قعدت هدي فيها وأقول لها خلاص يا حبيبتي، انتي بقيتي في إيد أمينة دلوقتي، ما تخافيش أنا جنبك ومفيش حاجة هتأذيكي طول ما انتي في حضني. لكن اتفاجئت بهشام قام من على الأرض وكان هيضرب ملك. لفيت أنا بملك وخدت الرصاصة عنها، وفي نفس الوقت كان دخل واحد من أفراد الشرطة وراح ضارب هشام لحد ما وقع في الأرض غرقان في دمه. وأنا كمان اترميت في الأرض من أثر الطلق الناري اللي أخدته. بس كنت سامع صوت ملك وهي بتقول زياد اوعى تسيبني يا زياد، أنا ماليش حد غيرك في الدنيا دي كلها. ونقلوني بعد كده على المستشفى وكنت فقدت الوعي تماما، ودخلوني أوضة العمليات عشان يطلعوا رصاصة من جسمي. وبعدها دخلت أوضة الإفاقة عشان أفوق من البنج. ولما فقت وسألت الدكتور على ملك قال لي دي حالتها صعبة جدا وقلقانة عليك لدرجة إنها معظم الوقت قاعدة في المستشفى ما بتمشيش منها. بصراحة أنا كنت خايف من موقفها لما تشوفني بقيت كويس، فطلبت من الدكتور إنه يقول لها إن أنا لسه تعبان، ودخلت في غيبوبة
عشان أعرف هي هتقلق عليا ولا لأ، وبعدين أسمع كل كلامها وهي قاعدة جنب مني ومستنياني أفوق من الغيبوبة. وطبعا الدكتور كان رافض، بس برضه عرفت أقنعه بطريقتي، وفعلا نفذ كلامي وقال لها إن أنا دخلت في غيبوبة ويا عالم هفوق منها إمتى. لكن ملك أول ما سمعت الدكتور ما استحملتش وأغمى عليها، وما قدرتش أكمل بقية التمثيلية وقمت أجري عليها. وبعد ما كشف عليها الدكتور قال لي مبروك المدام حامل. ما بقتش مصدق وعيني مليتها الدموع من الفرح. أنا هبقى أب، ومن ملك أحمدك وأشكر فضلك يا رب. يا رب أوعدك إن هبطل عقل الشيطان ده تاني، وعمري ما هستسلم له أبدا. ويا رب ديم علينا المحبة والسعادة بيني وبين ملك، وقومها يا رب من حملها بالسلامة هي واللي ببطنها. فملك سمعتني وأنا بدعي لربنا، وبوعده إن هكون إنسان عادي زي بقية البشر، وهبطل عقلي وتفكير الشيطان. بصيت لي وقالت لي احمد ربنا إن أنا سمعتك وأنت بتقولي الكلام ده، وإلا أنا كنت ناوية أخد منك موقف وأبعد عنك. قلت لها تبعدي عني؟ ده أنا أموت لو بعدتي عني. انت روحي وعقلي وقلبي يا ملك، وأوعدك أمام الله وأمام اللي في بطنك إن هراعي ربنا في كل أعمالي. قالت لي ايه ده، هو أنا حامل؟ قلت لها أيوة يا قلب وعقل وعمر زياد، حامل. هو انت ما كنتش تعرفي؟ قالت لي لا ما كنتش أعرف، ودي حاجة تانية تشفع لك عندي يا كداب يا غشاش. قلت لها أنا عملت كل ده عشان حبيتك بجد من قلبي، وكنت عايزة أسعدك وأعوضك عن أيام الظلم اللي شفتيها في حياتك. هشام كان بيعاملك أقذر معاملة، ولما عرفت قررت إن أخدك منه. صح الطريقة ما كانتش حلوة، بس هو ده اللي كان في تفكيري وقتها. معلش سامحيني. وبعدين انت من يوم ما عرفتيني أنا عملت حاجة زعلتك مني أو ضايقتك في أي حاجة؟ قالت لي لأ. قلت لها خلاص يا قلبي تعالي ننسى كل اللي فات، وأوعدك هفتح معاكي صفحة جديدة ما فيهاش غير الصدق والحب والسعادة. وفي نهاية قصتي أحب أقول لكم إن مهما كنت ذكي، حتى لو ذكائك غلب ذكاء الشيطان، فهيجي يوم عليك وتبان كل جرايمك، عشان الكذب نهايته دمار. وهي دي نهاية قصتي. ولو عجبتكم ما تنسوش إن انتوا تدعموني بلايك. وإلى اللقاء في قصة أخرى إن شاء الله. دمتم دائما وأبدا بكل خير.